كرة القدم بالنسبة للمغاربة لم تعد مجرد هواية أو متعة للمشاهدة، ولكن أضحت ثقافة بعد مونديال قطر 2022. وبالتالي اليوم المواطن المغربي فيه المحلل وفيه الناقد وفيه الرجل الذي يعرف خفايا الأمور، والأمر ينطبق كذلك حتى على السيدات. أضحت ثقافة. في هذا الجانب كلنا ترقب: هل سيرحل وليد الركراكي أم سيبقى؟ وفي كلا الحالتين أسئلة تطرح في ظل التعتيم الإعلامي عن بقائه من عدم بقائه. اضطرت الجماهير المغربية في ظل كل هذا السكوت أن تستورد أخبار من وسائل الإعلام غربية، تحديدا فرنسية، في إشارات إلى أنه هناك احتمال أن ينتقل وليد الركراكي لفريق أولمبيك مارسيليا بعد إقالة المدرب الإيطالي روبرتو ديزيبيري. هذا مجرد خبر، ولكن ما يهمنا شأن المحلي وواقع المنتخب. أشهر فقط وينطلق المونديال. نتساءل: عشنا خيبة أمل في كأس إفريقيا الأخيرة، منتخب لم يحقق آمال الجماهير، كنا نحلم باللقب. لن أعود وأغوص في هذه النقطة التي أشعر بحسرة كما يشعر الجمهور المغربي. إذا بقي وليد الركراكي، هل سيعتمد على نفس الأسماء؟ وهو الذي حطم رقم قياسي في اختيار أسماء مصابة في الكان الأخير، أسماء انتهت صلاحيتها. والتساؤل: لماذا هذه الأسماء؟ هل هي مسألة ولاءات؟ هل هو دعم في كواليس المنتخب؟ أعتقد بأنه مجموعة من الأسماء لن تبقى مع المنتخب في حالة إذا ما تم ربما اعتماد مدرب جديد. الكل يعرف هذه الأمور. ما يهمنا أن يكون المنتخب المغربي بالقيمة والإضافة، وأن يمتلك ثقافة المونديال حتى يتصالح مع الجماهير في ظل خيبة الأمل الأخيرة. ما الذي سيحدث؟ لن نسبق الأحداث. وليد الركراكي أعتقد بأنه ورقة محروقة، لم يعد رجل المرحلة، وأرى بأنه كثيرون يرون بأنه هو الرجل الأنسب. هذه مجرد آراء بالنسبة للجمهور. اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. نأمل أن نرى وليد وأن ينفتح على الآراء الأخرى من الاتحاد. المغرب قدم نتائج تاريخية مع المنتخب الأولمبي، مع منتخب الشان، مع منتخب الشباب، مع المنتخب الرديف الذي شارك في كأس العرب وعانقها. وبالتالي إضافة أسماء بإمكانها أن تصنع الحدث. مسألة صغر السن هذا موضوع لا علاقة له بكرة القدم. لامين يامال وأسماء أخرى تصنع الفوارق حتى دون ال20. وايت سايد مع أيرلندا في مونديال 82. إذا علينا أن نؤمن بثقافة اللاعب، وهذه فترة لن تمر مرور الكرام علينا استثمار كل الأسماء. هذه وجهة نظر شخصية، وربما يشاركني الكثيرون الرأي وقد لا يشاركني الآخرون الرأي في هذا الجانب. ما نتمناه في كل الحالات: إذا رحل وليد أو لم يرحل، إذا بقي في المنتخب أو لم يبقى، ما نتمناه أن يبقى المغرب في واجهة الأحداث كرويا. تحياتي.